السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم صينية فتة بكل حركاتها وتكاتها واسرارها اللي هتشوفوها معانا في الفيديو. هعمل معاكم احلى صينية فتة ممكن تاكلوها، ولو انتي بتعمليها بطريقة غير طريقتي ديت جربي طريقتي وهتعتمديها على طول. وخلال الفيديو هقول لكم شوية اسرار وتريكات هتودي صينية الفتة دي في حتة تانية. اول حاجة هجيب حلة على النار وهنزل بحتتين سمين. السمين ده الجزار بيدونا مع اللحمة كده عشان يعمل لنا شوربة كده سمينة وحلوة، فبنزل بيهم الاول ينزلوا السمن بتاعتهم، وهنزل بقى باللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هديها تشويحة الاول. طبعا لازم تكون النار عالية والحلة سخنة جدا عشان تحبس الحرارة على طول فيها، وما تخليش مية اللحمة تنزل عشان ما تنشفش معانا. وهقلبها تقليبتين كده لحد ما تغير لونها زي ما انتوا شايفين وتاخد لون خفيف كده. هنزل بقى عليها بالمية السخنة. طبعا انتوا عارفين كلكم ان لازم ننزل على اللحمة بمية سخنة يا جماعة، مش مية باردة خالص، لازم المية تكون سخنة. واسيبها تاخد غلوة بقى، وابدأ اشيل الريم اللي على الوش دوت اللي هو اصلا بيعمل لنا زفارة للشوربة بتاعتنا. هلم بقى كل الريم اللي فوق الوش وهقلب اللحمة واسيب. لو طلع ريم تاني هلم، وما طلعش ريم تاني يبقى خلاص كده انا لميت كل الريم اللي على وش الشوربة. في الوقت ده بقى هنزل عليها بجزراية متقطعة كده حلقات، وبصلاية وطماطمايه، وهنزل بنص معلقه فلفل اسود وحبهان مطحون وورق لورا، واسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. وهجيب بقى حله تاني هنبدا نعمل الرز بتاعنا. هنزل بمعلقه كبيره كده من السمن البلدي، انا مستعمله النهارده سمنه بقري، بس طبعا بقري بلدي يعني. وهنزل عليهم بالرز، غسلاه طبعا ومنشفاه كويس من الميه. وهبدأ بقى اقلب الرز كده لحد ما يتغلف كله بالمادة الدهنية اللي معانا. ويبدأ الرز بقى يتشمع معانا كده اهوت وياخد تشويحة حلوة. طبعا اللحمة بتاعتنا استوت، هنبدأ بقى ناخد الشوربة، نسقي الرز طبعا بالشوربة، ده حاجة تانية بقى بيودي الرز في حتة تانية خالص. وهغطيه بقى واسيبه يشرب ويستوي كده مع نفسه. تالت حاجة في وصفتنا النهاردة بقى الصلصة بتاعت الفتة. هنجيب بقى برضو حلة كده وهنزل بمعلقة من السمن، وهنزل عليه بشوية من الزيت، ودول شوية توم كده حلوين كتار، يعني راس توم كبيرة كده او اكتر. وهفضل اقلب فيهم يتشوحوا برضو مع السمنة بتاعتنا لحد ما ياخد اللون الدهبي اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا احنا مش هندوس عليه اكتر من كده علشان ما يغمقش ويمرر معانا. انا هنا هاخد شوية من التوم اللي انا حمرته دوت، وفي اخر الفيديو هقول لكم احنا خدنا التوم دوت ليه. انا بحط كمية كبيرة من التوم عشان اخد منهم شوية كده وهركنهم على جنب. وهنا بقى هنزل بنص كوباية صغيرة من الخل واقلبهم تقليبة حلوة كده، وهنزل بقى بالصلصة الطماطم بتاعتي. وادي كده صلصة الفتة بتاعتنا اتعملت. اغطيها بقى واسيبها تتسبك مع نفسها شوية. هنا بقى سبكت وخدت غلوة كده حلوة معانا. هنبدأ نتبلها. حط بقى نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من 7 بهارات، واحط معلقة من الملح الابيض. ادي كده الرز بتاعنا اتعمل واللحمة بتاعتنا استوت، وادي الصلصة كمان عملناها وخلصت. يبقى كل مكونات الفتة بتاعتنا كده خلصت وتمام، مفيش فيها اي افتكاسات ولا فيها اي حاجة
مش مظبوطه. هنا بقى هجيب ايه المقلايه بتاعتي وهنزل بيها بمعلقه من السمن البلدي، وهنزل عليهم بمعلقتين 3 كده من الزيت. وهجيب بقى اللحمه بتاعتي اخدها تشويحه في الايه السمنه والزيت اللي احنا حاطينهم. هرصهم كده زي ما انتم شايفين، واسيبهم طبعا لما ياخدوا ايه لون، افردهم كده حلو واسيبهم لما ايه ياخدوا لون. طبعا احنا مش هنحط بقى على الفتة اللحمة مسلوقة كده وشغل العيانين والحاجات دي كلها، لازم نعمل فيها تركاية حلوة كده تدي طعم طبعا يودي ايه الفتة بتاعتنا في حتة تانية. احنا بنعمل حاجة جديدة وحاجة متنوعة كده. كده اللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين خدت لون حلو كده جميل واتحمرت معانا زي ما انتم شايفين. هقلبها تقلبتين، ودي بقى ايه تركاية هنزل عليها بقى بكبشة كبيرة كده من الصلصة بتاعت الفتة اللي احنا عملناها. ده بقى بيودي اللحمة في حتة تانية خالص. تاكلي لحمة انت مش عارفة اللحمة دي معمولة بصلصة ولا اللحمة دي متحمرة. حاجة كده جميلة وعظمة عظمة عظمة عظمة. انا هقلبها كويس وهسيب اللحمة لحد ما تتشرب كل الصلصة اللي انا حطيتها. طبعا ده بقى بيدي بقى طراوة للحمة. اللحمة المحمرة حلوة وجميلة، بس ايه معلقة الصلصة اللي احنا حطيناها دي بتطريها كده وتخليها جوسي كده وجميلة، وتاكليها تحسي ان هي لحمة متحمرة. لحمة فيها طعم كده، وطعم التوم مع طعم الخل تديها طعم مختلف خالص خالص خالص. وجربيها والله ما هتندمي، بالعكس انت هتعتمد اللحمة المحمرة عندك كده على طول. ريحة التوم مع الصلصة بتوديها في حتة تانية. طبعا انا سبتها لحد ما الطماطم كلها اتشربت واللحمة اتشربت من الصلصة وبقت معايا السمن بس. هنا بقى انا كنت طبعا ايه حمصت العيش، قطعته وحطيت عليه كده معلقة سمن بلدي وحطيته في الفرن لحد ما اتحمص. هنزل بقى عليه بكبشتين كده من الشوربة. وطبعا الشوربة هنا بتبقى سخنة معانا يا جماعة. بنزل كده بكبشتين من الشوربة وكبشة من الصلصة. انا عايزة كل حتة في الفتة تكون متغلفة بالصلصة واخدة طعم الثوم والخل، تحسي ان الطعم كله واحد في كل مكونات الفتة. وهقلبها بقى تقليبة حلوة كده عشان العيش بس يتشرب من الشوربة ويتشرب من الصلصة. طبعا انا قلبته كويس، لقيت العيش لسه ناشف وتشرب الشوربة كلها. هحط بس مج ايه من الشوربة، كبشة كده من الشوربة صغيرة تاني. طبعا العيش ده احنا مش هنبله قوي ان هو يتعجن، لا احنا هنخليه برضو ايه يقرمش كده معانا فيه قرشة كده صغننة، بيبقى تحفة 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 في الفتة. مش لازم نحط بقى شوربة كتير ويبوش معانا ويبقى كله بايش في قلب بعضه، لا العيش ده بيبقى فيه قرشة كده وانتي بتاكلي الفتة تديها طعم خرافي يا جماعة، والله طعم تحفة. كده بقى انا ايه هبدأ بقى ارص الفتة بتاعتي. اول حاجة هنزل بشوية من الرز، وانا طبعا بحط تحت خالص رز وبرش عليه شوية من الصلصة بحيث ان الفتة تبقى فوق زي تحت. تحت فيها رز وفيها صلصة، وفوق نفس الشيء، تبقى كل الفتة فوق وتحت كله طعم واحد. ما تبقاش من تحت عيش كده كتير وفوق الرز والصلصة بس. انا بحط شوية من الرز وعليه شوية من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده، وانزل بقى بالعيش فوقيهم. يعني كأني يا جماعة بعمل لكم تورتاية فتة، من تحت رز وصلصة ومن فوق بنزل ايه بالعيش، وبعد كده هقفل عليهم من فوق بالرز والصلصة.
كأن العيش ده دي تورتايه، والعيش دوت ده الحشو بتاعنا. طبعا تحفة تحفة تحفة. انت بتاكلي تحت زي فوق. ان حد خد الرز من فوق كده وساب العيش، هتلاقي من تحت فيه رز برضو وفيه عيش. احنا بنعملها ادوار كده جميلة عشان الفتة تبقى طعمها حلو وكلها متشربة من بعضيها. وهنزل بقى بالرز. طبعا شايفين الرز بتاعنا مفلفل كده وجميل ومتسقى بقى بالشوربة بقى وحاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالرز، واسوي بقى السطح بتاع الرز كده حلو، وانزل عليه بقى بالصلصة. حط بقى كمية صلصة حلوة. وده التوم يا جماعة اللي انا كنت واخداه على جنب، ده برشه من فوق كده، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، بيودي الفتة دي في حتة تانية. انت بتحطي كده تقلية توم فوق الوش، بيخليه تحفة، بيخلي الفتة دي تحفة. وزي ما انتوا شايفين اللحمة هي متحمرة وجميلة ومسقية من الصلصة، وفي نفس الوقت جوسي كده وتحسيها ان هي ناشفة من بره، لكن هي طرية اصلا من جوه. معلقة الصلصة دي طريتها، ما خليتهاش ناشفة كده وقافشة ببعضيها. وزي ما انتوا شايفين كده ادي صينية الفتة بتاعتنا، وجربيها بطريقتي كده وان شاء الله هتعجبكم. ولايك وشير بقى يا جماعة وشجعوني كده هوت. انا لاقيه اللي مفيش تفاعل على الصفحة، مع اني والله بحاول اقدم لكم كل اللي اقدر عليه، وحاجات جميلة بحاول اقدمها لكم. ولو الفيديو عجبكم بقى يا ريت اللايك والشير، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني اشتراكه. والف هنا وشفا لله ياكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى يكون الفيديو عجبكم باذن الله.